في ظل غياب 5 لاعبين يعتبرون ركائز المنتخب الجزائري. اختلطت الأوراق على الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في اختيار التشكيلة الأساسية، حيث أكدت مصادر مقربة من الفاف أن هذه هي التشكيلة الأساسية التي ستدخل مباراة ليبيريا. قبل ذلك يرجى دعمنا بلايك ومتابعة للقناة تشجيعا لنا. سيلعب المنتخب الوطني الجزائري اليوم الثلاثاء مباراته أمام منتخب ليبيريا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا، ويطمح رفقاء أمين غويري لتحقيق الانتصار وتقديم مستوى رائع. وإليكم تشكيلة المنتخب الجزائري المتوقعة أمام ليبيريا. في حراسة المرمى سيعتمد بيتكوفيتش على أوكيجا بدل ماندريا. أما في خط الدفاع فلن يغير المنظومة التي لعبت ضد غينيا الاستوائية، وهي ماندي وبن سبعيني وحجام وتوقاي. أما خط الوسط ففي ظل غياب ابن ناصر المصاب سيعتمد على زروقي وقندوسي وإعطاء الفرصة لأمير سعيود لأول مرة. أما خط الهجوم فنشهد غياب محرز المصاب، وسيدخل مكانه بن زية على الجهة اليمنى وغويري قلب الهجوم وبن رحمة على الجهة اليسرى. ما رأيكم في هذه التشكيلة؟ في الأخير بالتوفيق لمحاربي الصحراء. لا تنسوا مشاركتنا آراءكم في التعليقات. لايك ومتابعة للقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد.